وفي هذا المقام فاضت المشاعر للشاعر الأستاذ خالد سالم بن مهنا، فاضت الأحاسيس المرهفة وامتلأت بنفسيته، وعبر لهذه المناسبة بقصيدة للعريسين مصطفى ومحمد، محاولا شيئا يبقى في ذاكرة التاريخ. ويتقدم على خشبة المسرح لإلقاها الشاعر نيابة عن الشاعر خالد سالم بن مهنا الشاعر غازي عمر بن مهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بإلقاء هذه القصيدة نيابة عن الأخ الشاعر خالد سالم بن مهنا فهذا المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصطفى بن زين يا عز الطلب، يا راس مالي كان لي شي راس مال، يا ميزر النبوت يا عز السلب، سمعتك تترنم ولا فيها جدال. سلام ما كاتب على الورقة كتب، وأعداد ما تقرح من خشوم الطوال، لهلك ولك وللقبيلة والنسب، ونحن بكم نفخر ولا نضرب مثال. إلا بعز رجال معدنهم ذهب، وانتم ونشهد انكم عز الرجال، أهل المقامات الرفيعة والرتب، وأهل التقى والدين وحميد الخصال. يا عين بعد حرف طأ والفك وجب والسين بس تكمل ولله الكمال، لما اذكرك لو بي من الدنيا تعب او بي هموم اعداد ذرات الرمال. ما عاد تدرى الا بحالي وانقلب راح التعب والهم لي في القلب زال، من آل عطاس اصدقالي ما رغب عنهم ولا يمكن بهم بدل بدال. لو الذهب في الارض لي ينصب صب، وما عليه الشمس تشرق لي حلال، ولا المصوص بعينها يحسن عجب، فيها يعدي الفيل وتعدي جمال. وصاحبك قطعة من القلب انحسب، كل ما ضميت تسقيه من صافي زلال، وتكون له ميزة على كل العرب ما مثله إلا الشهر في القبلة هلال. على حريضة سد الأحروم انتصب، قيس مسافاته إذا عندك مجال، من داخل حريضة إلى نبع الأدب المشهد المرغوب مطلوب الوصال. واضرب قياسه في عدد والمنضرب، أو ما عرفت الرقم بادر بالسؤال، باجيب لك فتواه من غزر الغضب واللول والمرجال فيها ما يزال. وابشر بعزك جاك مقتول الشنف، ما يعتذر في شمس ولا في ظلال، طاول الجبال وشب بنار الشعر شب، ولا يطاولن الجبال إلا الموت. وارسل تهاني عز من البرق التهب، مبروك لأهل العرس هذا الاحتفال، مبروك للعرسان والمبعد قرب منهم ونالوا كل شيء صعب المنال. عزة جلال الله للحاجة تهب، لحتج تقول يا عزة الله والجلال، ادعي لهم من قلب صادق ما كذب، وإذا نطق بقوال تثبتها الفعال. الله يجعل عرسهم هذا سبب في سعدهم، ويكون للخيرات دال، مزن الفرح بفرح إذا شفت أخصب على مطارحهم وكل مسيال تال. وبعد لأصحاب المغاني والطرب ارسل تحياتي عد الطش السبال، والفن من صغري وقلبي فيه حب، احساس صادق انجرف نحوه مال. مرات جم دمعه على الخد انسكب، إذا سمع شي عود ابو محضار قال، والهاشمي هادون بفنونه كتب وصف الدخون الزين في أجمل مقال. لولا حريق النار ما له ريح نب، أشياء في الواقع ولا هي في الخيال. والخصم صلوا وعد ما تهب المهب، على النبي وأعداد ما أسلم بلال. سلامتك.